السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالمشاهدين والمشاهدات الكرام. وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء 24 سنة سجنا نافذا على المتابعين في قضية نصب عقاري تورط فيها شقيق رئيس نادي الرجاء البيضاوي السابق والموثق الشهير بالدار البيضاء. وأدانت المحكمة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت المتهمين الرئيسيين بودريقة والموثق، وقد أدانتهما المحكمة ب6 سنوات من السجن النافذ. كما قضت المحكمة أيضا بالعقوبة السجنية نفسها في حق أحد المتهمين، وهي متهمة ابنة صاحبة العقار بالتبني، وكذلك أحد السماسرة، بينما أدانت ب3 أشهر حبسا نافذة الوسيط العقاري، فيما قضت بالبراءة لوسيط آخر اشتبه في أنه كان وراء استخدام الضحية وادعاء كونها صاحبة العقار الذي تم الاستيلاء عليه. حيث أن التهم التي توبع من أجلها المتهمون هي تهم تعنى بالتزوير والنصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية